يا أريتريا، يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم من قناة شبكة السلام الإعلامية، ومن خلال هذا البرنامج ومن رحاب هذه القناة المباركة نكون معكم سعداء باستضافة ضيف اللقاء فضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. المشاهدون الكرام، من القضايا المهمة التي حقيقة تحتاج إلى تسليط الضوء والاهتمام قضية العدل وقضية العدالة الاجتماعية، من القضايا الهامة التي حقيقة تعنى بأمور مهمة كثيرة في حياة الناس. تعد قيمة العدل والعدالة الاجتماعية من الركائز الأساسية حقيقة في ثبات الرقي وفي تقييم المجتمع وركائزه الأساسية التي حقيقة تبين رقيه وتقدمه. والإسلام قد اعتنى عناية كبيرة، ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. حول موضوع العدل كقيمة وكذلك العدالة الاجتماعية في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتناول هذا الموضوع الهام والحساس والذي حقيقة يعنى بالمجتمع ككل. إن شاء الله تعالى في بداية هذا اللقاء فضيلة الشيخ لعلنا أن نعرف المشاهدين المستمعين الكرام عن العدل وعن العدالة الاجتماعية، ماذا نعني بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لعله مما اتفق عليه العقلاء عموما واتفقت عليه الفطرة الإنسانية على امتداح العدل وعلى ذم الظلم. يعني هذه قضية فطرية، قضية عقلية، قضية ربما إنسانية. البشرية كلها من حيث حبها للعدل وكراهيتها للظلم لا تكاد تختلف في ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقول كذلك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأمرت، النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى يقول: أمرت لأعدل بينكم. وتكاد تكون الآيات التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. فقط مفردة الظلم والظالمين وعاقبة الظلم وعاقبة الظالمين ومآلات الظالمين تكاد يمتلئ بها القرآن الكريم، وكذلك مفردة العدل. ولكن يبقى بعد ذلك الخلاف بين الناس حول كيف يمكن أن يتحقق العدل. كيف يمكن أن يتحقق العدل؟ فأهل الإيمان أو أهل الرسالات بشكل عام يرون أن تحقيق العدل المطلق لا يكون إلا بالحكم بما أنزل الله. يعني العدل يعني عندهم الحكم ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، بمعنى أن من لم يحكم بما أوحى الله تبارك وتعالى في كتابه من حقوق وواجبات وتشريعات وإرشادات فإنه يقع في الظلم طبيعة الحال. والقسط الذي أمر الله تبارك وتعالى به هو القسط الذي ستنزل به التشريعات. أما بالنسبة للقسط أو العدل في المنظور الوضعي هنا تأتي الاختلافات. ستلاحظ بأن من انضبط بالكتاب وانضبط بالوحي وانضبط بالتشريع سيربط العدل المطلق بالشريعة. ولكن ستبقى لا نجرد، ستبقى هنالك مساحات يتفق فيها العقلاء أن هذا عدل وهذا ظلم، هذا في المطلق. يعني مثلا أن العدوان على الآخر أيا كان هذا العدوان الكل يتفق أنه ظلم. العدوان عليه في نفسه، العدوان عليه في جسده، العدوان في عرضه، نتفق على أنه ظلم. لكن قد يختلف بعد ذلك الناس في عاقبة هذا في الدنيا، كيف يمكن أن يكون العقوبات. فبعضهم يقول لك والله بالسجن، وبعضهم يقول لك والله الشيء بمثله، وبعضهم لاحظت. فتأتي هنا الاختلافات، يعني اتفاق أحيانا في تفصيل موضوع العدل وفي تفصيل موضوع الظلم ستأتي الاختلافات. ولذلك بالنسبة لنا نقول بأن العدل لا ينضبط على الوجه التام إلا من خلال الوحي المنزل. فنقول أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفصل تفصيلا موضوع العدل
ويفصل تفصيل موضوع الظلم، ويفصل تفصيل موضوع الحقوق، ويفصل تفصيل موضوع الحدود، وهكذا. وبالتالي حتى وإن اتفق العقلاء على كليات العدل وكليات الظلم، لكنها لا يمكن أن تصل إلى المفهوم المطلق للعدل. وبالتالي ستلاحظ بأن المنظور الوضعي في العدل مثلا، الرأسمالية نظرتها للعدل ستجدها مختلفة تماما عن نظرة الاشتراكية والشيوعية للعدل. جميل. فالشيوعية مثلا تقوم على فكرة المساواة المطلقة، وتحرص أن لا يتفاوت الناس في توزيع الثروات مثلا. الرأسمالية لا تقوم فكرتها على العدل، هي تنشد العدل، هي تقول أنها تنشد العدل، لكن فكرة العدل عندها لا تقوم على أن يكون الناس سواسية في موضوع الثروات. لا، تقول لك والله السوق هو الذي يحدد جهد الإنسان وطاقته واجتهاده وما يملك من ثروة، هي التي تحدد في النهاية أنه هذا هو العدل. نعم. وسنلاحظ أن السبب في ذلك أن الاشتراكية مثلا تقدم مفهوم العدالة على مفهوم الحرية، والرأسمالية تقدم مفهوم الحرية على مفهوم مفهوم العدالة. هذه نقطة مهمة جدا. وبالتالي يقول لك نحن لا نقيد الناس لا في الأسواق ولا في السياسة ولا في العلاقات الشخصية ولا في كذا، الناس أحرار. الاشتراكية تقول لك لا، نحن نضبط هذه الحالة، وبالتالي تضيق دوائر الحرية وتوسع من دوائر المساواة، لا أقول العدالة. في هذه المستويات الثلاث ستلاحظ بأن والله أولئك يركزون على الحرية، وهؤلاء يركزون على المساواة. والإسلام تحديدا هنا أريد أن أقول بأنه كتيار ثالث يركز على مفهوم العدل ومفهوم القسط. طيب إيش معناها إنه والله مفهوم العدل ومفهوم القسط؟ الإسلام لا يجردك من الحرية ولا ينادي بمطلق المساواة. لاحظت؟ فأنت يعطيك هوامش، مساحات المباح، مساحات الحرية موجودة، مساحات العفو موجودة، لكن أيضا لا ينادي بالمساواة المطلقة التي تجعل العامل والعاطل سواء، تجعل العالم والجاهل سواء. لا، هي مفهوم العدل في التصور الإسلامي قائم على المساواة بين المتساويين والاختلاف بين المختلفين. هذا العدل. فإذا كان والله في متساويين فرقت بينهما ظلمت، في مختلفين ساويت بينهما ظلمت، هذا هو العدل. ولكن سبحان الله العدل واحدة من مفرداته المساواة. عشان كده بعض الناس يقول لك والله العدل هو المساواة. لا، مثلا الله سبحانه وتعالى لما قال بل هم قوم يعدلون، هو تكلم عن التوحيد، هم أشركوا بالله وكذا فعبر يعدل. شوف المساواة بين الخالق والمخلوق عبر عنها بإيه؟ يعدلون. ولكن هنا العدالة العدالة بمعنى المساواة هنا. لاحظت؟ بل هم قوم يعدلون، ليس أنه هم إنما ساووا بين متنافرين وليس بين متساويين. فمن معاني العدل المساواة، لكنه المساواة التي يفترض أن يكون فيها يكون فيها يكون الطرفان متساويين حينها تساوي بينهم، إن اختلفا لا مساواة بينهم. عموما هذا المعنى العام لقضية العدل. ومعنى ومفردة العدل في اللغة العربية عموما تعني الوسط، فلا هو تبع الإفراط ولا هو تبع التفريط، إنما هو الوسط. وأمة الإسلام أمة الوسطية لأنها تقوم على العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أمة العدل، أمة القسط، أمة القسطاس المستقيم. أما فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية كمصطلح، العدالة الاجتماعية كمصطلح أيضا كل طرف من الأطراف يذهب إليها في منحى من المناحي. فالإسلام مثلا ينظر إليها بمفهوم الاستخلاف الأولي، مفهوم الخلق ومفهوم التشريع ومفهوم المساواة في التشريع، ومفهوم المال مال الله تبارك وتعالى، ومفهوم بعد ذلك تقسيم الثروات بطريقة شرعية صحيحة، وإعطاء كل ذي حق حقه، يجعل الأغنياء ينطلقون في العمل وفي الاجتهاد، والكل في مساحات الحركة متاح للكل أن يتحرك، ولكنه في نفس الوقت يفرق بين جهد الذي يعمل باجتهاد أكثر وبين جهد الذي لا يعمل باجتهاد أكثر. ثم هنالك مساحات أيضا إعادة ما نسميه نحن بتوزيع الثروة من خلال منظومة الميراث إلى غير ذلك مما نسميه بمنظومة العدالة الاجتماعية. هذه العدالة الاجتماعية تنشأ مع الطفل وتنشأ مع الأسرة وتنشأ مع المجتمع وتصل معنا إلى منظومة الدولة بمجموعها. منظومة العدالة الاجتماعية في النظام الاشتراكي قائمة مثلا على المساواة وعلى إنهاء الطبقية وعلى سيادة العمال، اللي هو لا سماح للرأسمالية بأي شكل من الأشكال أن تنشأ في النظام الاشتراكي.
لماذا؟ لأنهم يفتتون الثروات من خلال ما يسمى بإعطاء كل شخص حسب حاجته. فهذا المفهوم على كل الذي تتبناه الاشتراكية. بالنسبة زي ما ذكرنا العدالة أو العدالة الاجتماعية في التصور الرأسمالي يقوم على دعه يعمل دعه يمر. يعني هو دعه يشتغل، دعه يتحرك، دعه كذا، وكأنما يريد أن يقول المجتمع يعدل وضعه بشكل طبيعي. لكن عمليا ما الذي سيحدث؟ سيحدث أن الأموال تتكدس في بنية فوقية اجتماعية معينة، تملك بعد ذلك هذه البنية الفوقية أدوات الدولة من خلال الإعلام، وتملك الرأي العام من خلال الإعلام، وتملك البنوك من خلال أيضا تحكمها في الثروات بمختلف اتجاهاتها، وتملك حتى توجيه السلطة السياسية من خلال أدوات الضغط المختلفة. وبالتالي هنا تتباين على كل مفهوم العدالة الاجتماعية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على يعني هذا الاستهلال وهذا التوضيح والتفصيل في معاني العدالة الاجتماعية وكقيمة العدل كيف يكون وماهيته. حقيقة فضيلة الشيخ كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الإسلام عندما حقيقة نزل وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة يعني تعرفنا على يعني إنزال معالم هذا العدل في كثير من الجوانب. يعني في قضية مثلا عدم التفريق، المؤمن للمؤمن كالبنيان مثلا، أو لا فرق بين عربي وعجمي. قضية البنية المجتمعية كيف يعني تعامل معها الإسلام. أيضا قضية المرأة كيف كان في الجو، جاء الإسلام أيضا حتى في يعني المرأة كيف كان، والعديد من الصور لعل أن نعطي عليها كجوانب تطبيقية مما يعني يناسب هذا المقام لبيان يعني من خلال الممارسة العملية التطبيقية في مراحل معينة. ولعل السيرة والفترة النبوية هي خير ما يمثل به. بارك الله فيكم. نعم، بالنسبة للعدالة الاجتماعية في تاريخنا الإسلامي أو في النصوص الشرعية، أول قضية هو العدالة المتعلقة بطبيعة التصور حول الخلق. جميل. يعني مثلا كان يدور جدل كبير جدا حول وضعية المرأة، هل هي بشر؟ هل هي إنسان؟ هل هي من عالم آخر؟ هل هي شيطان؟ هل هي جزء من الشيطان؟ يعني هذه كلها كانت مفاهيم مطروحة في يوم من الأيام. الله سبحانه وتعالى حسم هذه المسألة من خلال العديد من النصوص، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم. هنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى حدد المطلوب من الخلق وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بين مفهوم مركزي جدا وهو أن الخلق هو من نفس واحدة. فالتعبير بأنه من نفس واحدة ستلاحظ أن هذه البعضية، أنكم بعضكم من بعض، المرأة من الرجل والرجل من المرأة، وكوننا جميعا انتشرنا بعد ذلك من رجل وامرأة إلى هذا مفهوم مهم جدا في قضية المساواة الإنسانية من حيث الخلق. جميل. فليس هنالك من هو والله طينته أفضل من طينة الآخر. يا سلام. وليس هنالك فرق من بين العربي والعجمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأبيض على أسود، ولا هذه المعاني كلها تتلاشى مع قول الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة. جميل. وجعل هذا التنوع في الألسن، وهذا التنوع في الألوان، وهذا التنوع في القبليات أو القبائل والقوميات والإثنيات والأعراق والشعوب غايته واحدة، وهو أن يتعارفوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قضية التكريم هو بالتقوى. وساحة التقوى مفتوحة للكل. أي إنسان يمكن أن تكون القربة إلى الله سبحانه. فرب شخص فقير جدا ينظر الناس إليه بازدراء في معايير الدنيا يكون أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ورب شخص ينظر الناس إليه بأنه والله هذا من كبار وعلية القوم ويكون والعياذ بالله من أسفل السافلين عند الله سبحانه وتعالى. إذن النقطة الأولى هو التصحيح للتصور الإنساني. جميل. النقطة الثانية التصحيح لطبيعة التكليف الإنساني. نعم. طبيعة التكليف يعني الله تبارك وتعالى قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. جميل. فهذا الإنسان مستخلف في الأرض ومهمته: فإما يأتينكم مني هدى
فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش كده؟ طيب. فالذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالذين استجابوا لربهم في أواخر سورة آل عمران، يعني الله تبارك وتعالى قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نعم. هذه النقطة. يعني الله تبارك بعد أن قال بإني والله أنا خلقتكم لعبادتي تفكرا وتذكرا وعبادة وشعائر ومعاملات واستجابة ثم ماذا قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إذن كل من الرجال والنساء في معيار التكليف واحد. الذي جاء بحسنة سيجازى بها، والذي جاء بسيئة سيجازى بها. فمنظور الذكورة والأنوثة مختلف في إطار التكليف. إذن كلهم مكلفون أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية التي يقوم بها كل طرف هنالك تكاليف يتساوى فيها الجميع وفق منطق العدل. جميل. وهنالك تكاليف بحكم خلقة المرأة قد تخفف عليها، كالجهاد في سبيل الله مثلا. لاحظت؟ فجهادها والحج مثلا، وجهاد القتال مرتبط بالرجال. هذه لا علاقة لها بأن المرأة ظلمها الله، ما ظلمها الله، كلفها بما تطيق، لأن من العدل ألا تكلف الإنسان ما لا يطيق. سبحان الله. لذلك إذا نلاحظ على مستوى التصور في الخلق هنالك مساواة، على مستوى التكليف هنالك مساواة، فجعل الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك على مستوى التشريعات التفصيلية لهذا التكليف. ستلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى أقامها كلها على العدل، ولم يترك حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الذي يحدد ما هو الحق وما هو الباطل وما هو الصواب لا، كل ذلك نظمه الله تبارك وتعالى وفصله تفصيلا. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آيات، مش كده؟ فالله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب وفيه قال يقص الحق وهو خير الفاصلين. فمقصوصة الحقوق ومنظومة الحقوق متعلقة بإيه؟ بما أوحى الله تبارك وتعالى. اتبع ما أوحي إليك من ربك، فهو متبع لما جاء. وبالتالي ستلاحظ كل الأحكام المتعلقة بالحقوق نظمها الله تبارك وتعالى. فتجد مثلا نموذج بسيط جدا منظومة الأسرة والعلاقات بينها، علاقات بين المرأة والرجل، بين الأبوين والأبناء، العلاقات البينية بين الجوار، العلاقات البينية في المجتمع. نأتي إلى منظومة الاقتصاد مثلا، بدءا من قضية كيف يتملك الناس الأموال. يعني مثلا لما يتكلم عن مهور النساء، كيف أن الله تبارك وتعالى منع وحرم أن يأخذ الرجال من مهور النساء إلا بالرضا. ولا والد يتسلط على بنته ويأخذ أموالها، ولا زوج يتسلط على زوجته فيأخذ أموالها، وهكذا. ولا أيضا موضوع أكل أموال اليتامى ظلما. كل ذلك نلاحظ بأن المقصوص المتعلق بالحقوق رتبها الشارع على أساس من العدل. وبالتالي هنا الميزة باختصار شديد، الميزة التي تتوفر في التشريع الإسلامي في نظام العدالة الاجتماعية، ليس المجتمع هو الذي يتصارع لصياغة القانون. المجتمعات كلها بنية القوى السياسية والنخبة الحاكمة والعمال والأغنياء يتصارعون حتى يتم صياغة مفهوم قانوني يحدد ما هي نسبة هذا الطرف، ما هي نسبة هذا الطرف. بالنسبة لنا في الإسلام ما في هذا الكلام. يعني ليس هنالك صراع بين الأقوياء والضعفاء، ليس هنالك صراع بين المرأة والرجل، ليس هنالك صراع بين الإقليم الفلاني والإقليم الفلاني، ليس هنالك صراع بين القوميات. كل ذلك منفي. لماذا؟ لأن الحقوق مقررة من الشارع، وبالتالي هنالك مساحة كبيرة جدا تم اختصارها فيما يتعلق بالبنية المتعلقة بالحقوق. وهذه أعظم ما يتصارع فيه الناس الآن. كل الدنيا تتصارع حول يقول لك حقوق الإنسان، مش كده؟ كل الصراع حول موضوع حقوق الإنسان. لكن بالنسبة لنا مهما وصلت البشرية من منظومة حقوق قانونية في الإنسان، ستلاحظ أن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت مداها في هذا الاتجاه. طيب خلينا الآن نتجاوز جزئية الجانب الاجتماعي والحقوق والقضايا هذه إلى البنية الاقتصادية. مثلا في إطار البنية الاقتصادية أتاح الإسلام مثلا حق التملك الذي هو متاح للجميع. كل إنسان من خلال كده واجتهاده وعمله يمكن أن يتملك.
وفقا لمنطق التسخير الإلهي. الله تبارك وتعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي هذا الإنسان سخرت له إيه؟ سخرت له خيرات الأرض، وجعلها الله تبارك وتعالى جعل الإنسان مستخلف فيها، ولكن أمره أن يعمل فيها بأحكام الله. إذن الإنسان لا تحول الشريعة بينه وبين موارد الأرض، ودي نقطة مهمة جدا. يعني السلطات التي تقوم في الدولة الإسلامية ليست مهمتها أن تكون عائقا بين الإنسان وبين الموارد، ولكن مهمتها أن تفسح المجال للناس ليعملوا. ولذلك الشريعة تتجه في أنه تقلل من تدخل السلطة في التقنين فيما يتعلق بهذا الجانب، لأن الشريعة نظمت هذا الحق. يعني أعجب سبحان الله لما أجد في كثير من أحكام الفقه الإسلامي تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالموارد. يعني مثلا موضوع الذهب، موضوع الغاز، موضوع البترول، موضوع الأرض البوار، الأرض غير المملوكة للغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يعني من أحيا أرضا مواتا فهي له، يجعل الأرض كلها متاحة للإنسان، بحيث والله بس أهم شيء ألا تكون هنالك يد سبقت، يد سبقت. فليعمل الإنسان، فليسكن الإنسان، فليزرع الإنسان. هذه حاجات يعني لاحظ الشريعة لا تحول بينك، ولا حتى لا تقول لك إلا يمكن في بعض المذاهب زي المذهب الحنفي لا تقول لك بأنه والله لا بد تأخذ إذن الحاكم. لاحظت؟ نعم جميل. مذهب الحنفي باعتبار شوية مذهب دولة وسلطة وكذا، لكن المذاهب الثلاثة تذهب في اتجاه لا، أنت ما شرط أن تستأذن الحاكم، لا، الحاكم فقط يتدخل في حال أنه ثبت أن هذه الأرض عليها يد إيه؟ يد سابقة. فتعطي الشريعة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية الفرصة التامة للعمل، وبالتالي من كد شنو؟ وجد، وهذا من العدل. يقول لك والله اشتغل. ثم سبحان الله وجدت أيضا من تفاصيل الفقه فيما يتعلق بهذا التملك، إنه مثلا أنت وجدت أرض فيها ذهب، حفرت حفرة، سبحان الله الفقه يفصل لك إلى أي مدى يحق لك أن تدوم في الحفرة، ومتى يأتي الذي بعدك، وإلى أي مساحة يستطيع الآخر. ما أنت إذا وجدت حفرة هنا معناه العرق ممتد، مش كده؟ فما تجي تحوش منطقة كاملة يقول لك لا أنت الحفرة بس، لكن ممكن أنا على بعد 20-50 متر من الحفرة أحفر حفرة إيه؟ حفرة أخرى، ويمكن أن أجد فيها ذهب. فالشريعة نظمت هذه التفاصيل الدقيقة. بل أحيانا يقول لك والله دخلت الصباح فإن خرجت مساء يدخل غيرك. لاحظت؟ وما في زول حيدفن نفسه في الداخل طبعا، مش كده؟ فالشريعة نظمت هذه القضايا بشكل مفصل، بحيث موضوع التملك وإتاحة الفرص للعمل متاح للجميع. يا سلام. ثم أيضا بعد أن تملك الناس الأموال، الله تبارك وتعالى وضع هنالك مساحات للضعفاء. وهنا مهم جدا أن أشير إلى قضية. بعض الناس يتصور أن الإسلام جاء في تحقيق التوازن الاقتصادي بالزكاة لتعالج إيه؟ الزكاة ما جاءت إلا لمعالجة الاختلال الناجم عن التملك والعمل. الأصل المجتمع الإسلامي يعالج مشكلاته الاقتصادية من خلال العمل. يا سلام. الزكاة تعالج المشكلات التي تطرأ على هذه البنية. يا سلام. طيب إذا حصل إنه والله بعض الناس أخذ كميات هائلة جدا من الأموال، يقول لك والله 2.5% زكاة، هذه الزكاة تذهب إلى البنية إيه؟ البنية الضعيفة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وهكذا. جميل. طيب تضخمت هذه الثروة ومات هذا الإنسان، في إعادة تدوير إيه؟ ما يسمى بتدوير الثروة. تدوير الثروة هي المداولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون المال حكرا بين الأغنياء يتداولونه فيما بينهم. جاءت فكرة التفتيت. جميل. ولذلك آدم سميث هذا اللي هو رائد الرأسمالية الذي كتب عن موضوع الرأسمالية وأصل لها، قال البنية الإسلامية لا تسمح بنظام رأسمالي لأنه يقوم على التفتيت. أنت الآن ما شاء الله عشت 50 سنة وعملت مليارات. لاحظ سبحان الله مجرد أن يحصل الوفاة يعاد تدوير هذه الثروة بتوزيعها على أكبر قدر من الأقرباء. فإن كان له أبناء سيتوزعونها، وإن كان له أصول من آباء وأمة سيتوزعونها، وإن كان له حواشي سيتوزع، وهكذا. وعندك مساحة من الوصية سيدخل فيها أيضا الأقرباء الذين ليسوا من أهل الفروض، وهكذا. إذا ستلاحظ بأن العدالة الاجتماعية ذهبت معنا إلى مسار بعيد جدا في الاقتصاد. يا سلام. النقطة الثالثة حتى تكتمل الصورة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية في التصور الإسلامي في البنية السياسية. تمام. وقبل ما أنسى، في البنية الاجتماعية نقطة مهمة جدا ذكرتها أنت، وهي بناء العلاقات على أساس الأخوة. يا سلام. إنما المؤمنون إخوة. شوف سبحان الله التعبير بالأخوة
أول شيء أنهى كل الفوارق. لما يقول لك فلان أخ بالنسبة لك، فهو ليس عبدا وليس مولا لك وليس تابعا لك، ولست أنت فوقه ولا هو فوقك ولا أنت تحته ولا هو تحتك. هذه المصطلحات كلها إيه؟ تتلاشى، كأنما أنت وهو من أب وأم واحدة، يعود بك إلى إيه؟ نعم. إلى أصل الإيمان، لأصل الإيمان. فيجعل المؤمنين إخوة. طيب، نأتي إلى البنية السياسية. شوف البنية السياسية سبحان الله ستترتب على البنية الاجتماعية، إنما المؤمنون إخوة، وستترتب على البنية الاقتصادية التي ما جعلت نمط رأسمالي ينمو بشكل متضخم ومجموعات أخرى فقراء مسحوقين لتقول بعد ذلك مارسوا حياة سياسية إيه؟ واحدة. لا، فجعلت البنية السياسية قائمة على أساس الشورى، والشورى ليست حكر على الأغنياء دون الفقراء ولا على طبقات معينة ولا على عرق معين، إنما كل أهل الإسلام في أي بقعة من الأرض كانوا عندهم مساحات من الشورى يمارسونها في الولاية العامة. فقد تمارس أنت الولاية على مستوى المسجد شورى، وقد تمارسها على مستوى الإقليم، على مستوى المحلية أو المنطقة، وقد تمارسها على مستوى المحافظة، وقد تمارسها على بنية الإقليم والدولة، وقد تمارسها على مستوى الخلافة ككل. فإذا قامت الفكرة أيضا هنا على مستوى اللي هو المشاركة، وعلى مستوى الرقابة، وعلى مستوى التفويض الذي تمنحه أنت من خلال البيعة لمن يحكمك. وبالتالي ستلاحظ بأن العدالة شملت كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويسبق كل ذلك كيف أيضا نحاول أن نمارس العدالة الاجتماعية من خلال التنشئة في الطفولة من البدايات، اللي هو يدخل معنا هنا النمط التربوي والتعليمي والإعلام ووزارات التعليم، تبدأ في صياغة هذه المفاهيم حتى يكون النشأة نشأة صحيحة لتمارس هذه الحالة من العدالة. جميل، بارك الله فيكم. هذا التفصيل في بنية حقيقة هذه العدالة الاجتماعية في مختلف يعني جوانبها، ما تفضلتم وأسهبتم فيه، حقيقة كلام نافع وكلام حقيقة يرينا يعني أنه هذا الدين ولله الحمد دين قائم يعني على أسس ثابتة. الله عز وجل أعطى فيه كل ذي حق حقه، وهو من الشارع الحكيم كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شرع الناس ومفاهيم الناس لا شك أن يعني قاصرة، وتأتي ربما يعني كما في الأنظمة الوضعية باختلالات يعني حقيقة في بنيتنا وفي يعني في شرعنا الإسلامي وقوائمه المتعددة، نجد حقيقة هذا الأساس المتين والشرع الحكيم. فضيلة الشيخ، لعله من الحقيقة بعد هذه الإطلالة أن نأتي إلى واقع يعني حقيقة مجتمعنا الإريتري، يعني وقد مرت به حقيقة اختلالات من يعني فترة الاستعمار ومعاناه. فلما أتت الدولة يعني حقيقة أصبحنا أيضا يعني يغيب هذا لعل نلقي نظرة لواقع هذا المجتمع وما يفتقده من هذا الأمر اللي هو أساس في الدولة أن يكون حاضر. يعني هنالك ربما البعض يعني كتب عن مرحلة من المراحل، مرحلة الطفولة، بدعم من بعض المنظمات، كيف يعني ممكن من خلالها رعاية لشريحة ولفترة معينة، تذكر أن في برنامج الدولة موجودة، لكن الشمولية التي حقيقة ينبغي أن تكون أيضا في تتابع مراحل هذه العدالة والنظرة ذاته لهذا الموضوع، هل هو في حس الدولة وفي برامجها وفي لعلنا يعني نلقي الضوء حتى يعني يتبصر هذا الشعب بما يعني ينبغي أن يكون عليه محيط في قضية من قضايا الأساسية في حياته التي هو الآن فيها. بارك الله فيكم. الله يجزيك. هو طبعا الدولة الإريترية على وجه التحديد، يعني خلينا نقول إذا أردنا أن نحاكمها إلى أيديولوجيتها التي نشأت عليها، وهي أيديولوجية الفكر اليساري الماوي يعني الصيني، أو حتى لو افترضنا أنه أي شكل من أشكال اليسار، يسار الاشتراك، اليسار الماركسي، اليسار الماوي، أيا كان هذا الشكل، فإن المنظور الذي ستستند إليه في العدالة هو منظور المساواة التي نعرفها في هذا الاتجاه. يمكن أنا ضربت بها في البداية يعني. نعم. الآن لا أريد أن أذهب إلى أنه والله كيف بعد ذلك تم تجيير هذا المفهوم نفسه ليخدم طائفة، هذه قضية أخرى. لكن خلينا نقول إنه في هذا السياق يمكن أن نقول بأن والله هنالك مساحات من هذا الكلام الذي ذكرت، إنه والله تسعى الدولة إلى تطبيق أو إنهاء حالة أي شكل من أشكال الرأسمالية. يعني لاحظناها هذه،
هي تسعى إلى تدمير الظهور الرأسمالي وتعمل على ضربه بشكل أو آخر. وإلى هذه اللحظة ستلاحظ أن الدولة مهيمنة على الاقتصاد وأن الحزب يهيمن على الاقتصاد، وبالتالي أنت أمام حالة هيمنة لتؤكد هذا الجانب. لكن عمليا ثبت أن هذا المنظور الاشتراكي في إطار مجتمع متعدد فيه تباينات دينية، فيه تباينات ثقافية، فيه تباينات عرقية، غالبا ما تنتهي إلى عصبة طائفية أو عصبة عرقية أو شوفينية ضيقة هي التي تهيمن على المشهد في نهاية المطاف. والذي نلاحظه الآن في الحالة الإريترية انتهت تقريبا إلى مفهوم دمج الجميع في مفهوم معين. يعني أنت ثقافيا ذهبت العدالة في اتجاه أنه والله الناس تدمج نحو منظور واحد. وكان أول منشور يعني مرسوم تقريبا، أول من أوائل المراسيم التي خرجت في الدولة الإريترية هو توضيح معنى التعددية الثقافية للقوميات أو شرح مفهوم القوميات. كان النظام في وقت مبكر مدرك أن البعض قد يستثمر في التعددية القومية ليجعل منها تعددية سياسية. فأول مرسوم أراد أن يقول بأنه والله ما يتعلق بالقوميات ما هو إلا جانب ثقافي فقط، بمعنى أنك أنت والله ترقص وتغني وتنشد وتهتم بتراثك وتهتم بالفلكلور، لكن لا تحاول أن تجير هذه الحالة لتنعكس سياسيا على الدولة. لاحظت؟ وبالتالي قفل الباب على مفهوم العدالة شنو؟ السياسية. طيب أنت إذا كنت تراني أنا متساوي مع الطرف الآخر في الحقوق الثقافية، طيب ليش تمنعني من المساواة السياسية؟ مش كده؟ لكن هو عنده مستبطن ويريد أن يستثمر حتى في المفهوم الاشتراكي في أنه والله لا تذهب بهذا المفهوم إلى إيه؟ إلى المساواة، إلى التعددية السياسية، لأنه هو في نهاية المطاف يريد أن يقول لك بأنه والله النظام قائم على فكرة الحزب الواحد، وقائم على حكم العمال وإلى غير ذلك. لكن في حقيقتها الأمر ليس كذلك. يعني ليس هنالك اليوم ما يمكن أن نسميه بحزب العمال في إريتريا أو حزب البلوتاريا في إريتريا، بمعنى الطبقة العمالية أو الطبقة كذا وتنهي بقية الطبقات. طبعا لو كان هذا أصلا موجود لأفرزت اليوم الحالة السياسية في إريتريا أيضا نمطا مختلف. يعني حتى لو تبنى الاشتراكية بشكل صحيح أو تبنى الشيوعية بشكل صحيح لأفرز من خلال الواقع منتج ربما مختلف جدا عن الحالة التي نراها الآن. وبالتالي أنا قرأت حقيقة بعض المقالات التي كتبت حول العدالة فيما يتعلق بمرحلة الطفولة والاهتمام بها، وأنا أعرف حقيقة في مساحات حصل فيها اهتمام في إريتريا، مساحات الطفولة، مساحات موضوع الصحة مثلا، وبعض الاهتمامات، مساحات المتعلقة مثلا بالحد الأدنى مما يجب أن يحصل عليه الإنسان في حياته من أكل وشرب. يعني أنت عندما تمثل في إريتريا تعمل تزرع مثلا، تأتيك في النهاية وزارة الزراعة وتأتيك وزارة المالية ويقدر مثلا ما تأكله خلال العام أنت وأطفالك، والباقي يعطوك له وصل بأنه تستلم مبلغ يقدر لك بأنه والله عندك مثلا 30 شوال فائض، هذه تستلمها كمبلغ من هو وتأخذه الدولة. طبعا هنا أنت حتقول والله ليش يحصل هذا؟ لأنه هو مستبطن هنا الاشتراكية. لاحظت؟ فإنه أعطاك ما تحيا به لكن لا يمكن أن تحصل على الباقي لتكون متفاوت. وبعد ده الإيصال هذا الذي كتب عليه المبلغ المعين برضو ملزم أنت أن تضعه في إيه؟ في خزينة أو في بنوك الدولة الرسمية، ولا تستطيع أن تسحب من هذا المبلغ إلا بمقدار معين. فكما تفضلت أنت في البداية بأنه ليست حالة العدالة الاجتماعية هو اهتمام بمرحلة عمرية معينة، وهذه المرحلة العمرية نفسها التي تكلمت عنها بعض المقالات لو نظرنا إليها سنلاحظ هل تنعكس أيضا مستمرة مع الأجيال. يعني هل والله هذا الطفل الذي أنت حاولت أن تهتم به في التطعيم وتهتم به في الرعاية وتهتم بمرحلة الأمومة والطفولة والقصص هذه، هل عندما يدخل إلى المدرسة والتراتب بعد ذلك في هل متساوي بحيث والله الفرص التي ستتاح لهؤلاء الأطفال متساوية، أم أن هنالك تحيزات ثقافية ستجعل بعض المناطق هي أفضل من مناطق أخرى؟ نعم. وهل استطعت من خلال الدولة الوطنية أن تعمل على ردم الفجوة ما بين ما كرسه المحتل الإيطالي والمحتل البريطاني والمحتل الأثيوبي؟ كرس واقع معين، هذا الواقع أوجد تفاوت. هنالك مناطق ريفية مثلا ظلت هي عبارة عن منطقة الثورة لمدة 30 سنة،
فمعنى ذلك أبنائها في حالة إيه؟ تراجع تعليمي وتراجع صحي، وهي أيضا في حالة تراجع تنموي. وهنالك مناطق مثلا 30 سنة ظل المحتل مسيطر عليها كالمدن الكبرى مثلا التي لم تخضع لنفس هذا النمو، وبالتالي هذا التفاوت هل الدولة الوطنية استطاعت أن تعمل على معالجته أم هنالك تفاوت كبير جدا حتى بين هذه المسائل؟ فكل ذلك تجد عندما تشرح الحالة بشكل مفصل لا يبدو أن العدالة التي يتكلم عنها بعض الكتاب أنها متحققة في الواقع الإريتري، بل المظالم وتكريس المظالم يكاد هو اليوم الأصل في الحالة الإريترية. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح. والحقيقة كلما يعني تعمقنا في يعني حالة النظام ويعني الذي هو الآن في أريتريا، يعني تكاد تكون حقيقة الاختلالات يعني كما أشرتم هي سيدة الموقف يعني في مختلف الجوانب. وهنا يمكن أن نشير إلى أننا نحن في إبريل، وهنالك يعني حقيقة يعني يوم المعتقل مثلا الأريتري في 14 إبريل، يعني كواحدة من اختلالات الاجتماعية الموجودة قضايا التغييب القسري، قضايا السجناء، يعني يفقدون، يعني نفتقد حقيقة يعني مش يعني العدالة كأبسط حقوق لهؤلاء فيما سجنوا، حتى في حقوقهم هم في المعتقلات، حتى في يعني في كشف شو اسمه حقهم الترافع عنهم أو المحاكمات وغيرها، كواحد حقيقة من الأشياء اللي تخرم ما يسمى بالعدالة الاجتماعية. لعل لو سلطنا الضوء، وأيضا أمور أخرى يعني هي واضحة للعيان مثل قضايا التجنيد وما فيها حقيقة من يعني اختلالات أيضا نعيشها في بنية المجتمع، مما يعني حقيقة يخرم العدالة التي يمكن أن نسميها عدالة اجتماعية. بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير. والله يا أخي هنا نبهتني لقضية مهمة جدا. أول فيما يتعلق بموضوع اليوم المعتقل وقضايا الاعتقال والسجون والتجنيد، أنا عموما أفضل هذه أن يفرد لها عموما حلقات ليست حلقة واحدة. يا سلام. وقد يكون من الصعب جدا الآن الحديث عن هذا الموضوع، لأنه فعلا هنالك من الأوراق ومن الملفات، ويمكن هنالك أمس تقريبا كنت أطلع على بعض التقارير المتعلقة بمنظمات دولية بدأت تتكلم عن أن الواقع الأريتري ما يجري فيه من جرائم تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان إلى غير ذلك. مع أن أيضا هنا لا أنسى أن نسجل ملاحظة مهمة جدا، أن المنظمات الحقوقية من خلال تجربتنا السابقة تتحرك ضمن أجندات سياسية. يعني كم تحركت تقريبا منظمات قبل 2018 وبلغت مستوى كبير جدا في الضغط على النظام حقوقيا ثم نفاجأ فجأة بأن القوى الكبرى تعمل على استثمار هذا الملف الحقوقي والملف القانوني ملف الانتهاكات إلى إيجاد تسوية سياسية مثلا مع النظام تحت الطاولة كما يقولون، وإحداث موضوع المصالحة والسلام بين البلدين إريتريا وأثيوبيا. ثم فجأة يدخل النظام الإريتري صاحب الانتهاكات الكبرى إلى أن يكون عضو في منظمات حقوق الإنسان الدولية وينال عضوية في هذا. فأنت فعلا أمام إشكالات كبيرة جدا في هذا الملف. ولذلك أنا في رأيي يعني موضوع ما دام نحن في شهر أبريل إن شاء الله، أعتقد أن الحلقات القادمة لا بد من أن ندخل بهذا الملف بتفاصيله. جميل. لأنه حقيقة في انتهاكات كبيرة جدا في قضايا حقوقية، في ما وصلت إليه حتى المنظمات الحقوقية في هذا الاتجاه. فنحتاج على كل تضامنا كذلك مع هذا البرنامج الذي يعلن بين فترة وأخرى كل سنة حول يوم المعتقل الأريتري. لكن ذكرتني نقطة مهمة لها صلة بحلقتنا هذه. جميل. وهو نحن ركزنا في بداية الحلقة عن العدالة التوزيعية والإنتاجية إن صح التعبير، والعدالة التي لها علاقة بتقسيم الحقوق. لكن مهم جدا أن نشير إلى ما يعرف في العلوم السياسية والقانونية بالعدالة القضائية أو العدالة القانونية. وهو العدالة هذه هنا لها علاقة بمجموعة أشياء، لها علاقة بالقوانين، ولها علاقة بالمؤسسات، ولها علاقة بالمحاكمات، ولها علاقة بالحقوق متعلقة بالأفراد. فاليوم تقريبا وصلت الحالة عموما، الحالة القانونية فيما يتعلق بكيف نحسب أن هذه الدولة فعلا النظام القانوني فيها عادل ولا ليس عادل، بغض النظر عن طبيعة الحكم، لكن هو في نفسه هل البنية بنية نظام عادل أم ليس، لها نقاط تحسب بها.
يا سلام. وتقريبا سنويا تخرج المنظمات الدولية تقريبا يعني في زي بنود عديدة جدا ليست بسيطة حقيقة، يمكن تقارب أكثر من 10 بند، أن تنظر إلى هذا النظام. هل هو مثلا هل والله هنالك دستور في البلد؟ أول حاجة، هل هنالك دستور؟ فلما تجد أن البلد مجمد فيه الدستور، هذا نقطة من النقاط. طيب، هل هنالك قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية؟ لاحظت؟ قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية؟ أم هذا القضاء هو أيضا تحت عباءة السلطة التنفيذية؟ هل والله هذا القضاء نفسه تصدر له تشريعات من سلطة تشريعية فيعمل هو على تنفيذ على الحكم بها، أم هنالك أيضا مشكلة في هذا الاتجاه؟ هل هنالك سلطة تنفيذية عادلة تعمل على تنفيذ ما يصدر من السلطة القضائية؟ هل الإجراءات العدلية، الإجراءات المتعلقة بالاعتقال والإجراءات المتعلقة بحقوق السجين والإجراءات المتعلقة بإطلاق سراحه أو الزيارات المتعلقة أو غير ذلك من الأشياء ومحاكمته، هل نحن أمام سلطة فعلا توفر الحد الأدنى من العدالة أم لا؟ هذا له كله، هذا يدخل معنا في إيه؟ في مفهوم العدالة القضائية. يا سلام. العدالة القضائية واسعة جدا، وبالتالي أحيانا قد يكون الناس والله توفرت لهم عدالة توزيعية ما شاء الله في الثروات، نوزع الأمور تمام، لكن قد نكون عندنا مشكلة في بنية إيه؟ لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب نموذجا، والخلفاء الراشدين كيف ذلك؟ طبعا منظومة الحقوق أن الشريعة كانت هي الحاكمة، وبالتالي لا صراع في دولة الإسلام في موضوع بما نحكم. لكن وين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل مجلس القاضي على منصة القضاء، هل ينظر إلى الناس المتقاضين أمامه بنظرة واحدة أم ينظر إليهم بالتفاوت؟ فإذا دخل عليه علي بن أبي طالب ودخل عليه يهودي مثلا، هل يحكم بينهما فعلا بالعدل أم ينظر إلى علي باعتباره أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء؟ لاحظت؟ كانت الدولة في الإسلام يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا سلام. الله. أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقوم بعض الناس بوجاهة معينة أن يعطلوا حد من الحدود وأن يتدخل. لاحظ، إذا كان في دولة النبي هنالك من يفكر في محاولة إيه؟ محاولة تعطيل الحد، ما بالك في دولنا؟ سيأتي الوجهات المالية وستأتي الوجهات الحزبية وستأتي الوجهات الاجتماعية إلى غير ذلك من الإشكالات التي ستعطل منظومة إيه؟ منظومة الحقوق ومنظومة العدالة. لما نأتي إلى الخلفاء الراشدين كانت الحالة عجيبة جدا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، امتثلوا إلى حد كبير جدا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقبلون بأي شكل من أشكال التمييز. نعم. فهذه على كل مهمة جدا. الحالة في إريتريا زي ما ذكرت لك، هنالك مشكلة فيما يتعلق بالدستور، هنالك مشكلة فيما يتعلق بالبرلمان الذي يمكن أن يمرر التشريعات، هنالك مشكلة بطبيعة الحال في بنية المؤسسة القضائية نفسها من تراتبيتها، مجلس القضاء الأعلى وما دونه، هنالك مشكلة في المؤسسات العدلية. يكفي أنك أنت أمام وزيرة العدل مثلا عندما تسأل عن السجناء لا يكون لها علم بهؤلاء السجناء. قيادات كبيرة جدا يعني في الدولة الأردنية تسأل وتسأل الرئيس عن المعتقلين فيقول لا نعرف، فيقول له هل هنالك دولة أخرى تحكم غيرا؟ يعني هل في حكومة أخرى؟ هل في نظام آخر؟ هذه كلها إشكالات. ثم أيضا تغول الأجهزة الأمنية في الدولة وتسلطها، يعني حيث يكون والله الدولة دولة بوليسية. متى ما صارت الدولة دولة بوليسية قمعية فتأكد أن العدالة فيها غير متوفرة. هذه كلها نماذج على كل من الحالة الإريترية التي نحن نتكلم. بارك الله فيكم. يمكن المحور الأخير هذا يمكن يكون محل حقيقة الإشارة إليه قد نختم به، اللي هو أنه حقيقة الحالة غياب العدالة الأمنية إن صح الاعتبار الحقيقة يعني جعل أبناء إريتريا يمكن نصفهم خارج الوطن ونصفهم داخل الوطن، وحتى النص الذي في الداخل الحقيقة يفتقد حقيقة كثير منه، لا يستطيع أن يتحرك بسهولة، مثلا عوائق كثيرة عليه، يفرض عليه مثلا تجنيد إجباري، يفرض عليه حتى في التجارة لا عنده حرية وليس هناك يعني إنما تمييز كما أشرتم في كلامكم. الحقيقة بالنسبة الآن كشيء خارج الوطن وشيء داخله، كيف يمكن حقيقة أن نبعث ما يوعي هذه العدالة بالنسبة للذين في الخارج وبالنسبة أيضا للذين في الداخل، بحيث أنه حقيقة الصوت يكون عالي في نشر هذا الوعي والمطالبة به،
وهل الوضع في الداخل كالذي في الخارج، ولا أيضا يعني هناك ما يمكن أن يكون محل ربط في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. طبعا أنا أقول أول في تباين كبير جدا بين الداخل والخارج. نعم. فالخارج على الأقل كل بحسب موقعه ومكانه. جميل. يعني الذي يعيش في دولة فيها عدل، فيها قسط، فيها كذا، سينال على كل حقه وينال حظه. ولكن الذي يخضع لمنظومة مستبدة بطبيعة الحال أيضا سيكون يعيش الحالة بتاعة الظلم وغياب العدالة. لكن الداخل، وده يمكن الأصل في تقدير الأهم، لأنه أنت قلت الآن المجتمع الإريتري يعيش قسمين تقريبا، قسم في الخارج وقسم في الداخل، لكن هو حقيقة يعيش 3 أقسام. قسم في الخارج وقسمين في الداخل، لأن النصف الذي في الداخل أيضا نصفه في السجون ونصفه خارج السجون تقريبا. حتى يعني بل يمكن أن نقول بأن الدولة هي عبارة عن سجنين، سجن ضيق جدا فيه الزنازن وفيه الحراس وفيه كذا، وسجن آخر هو الدولة بكاملها. لما أنت لا يكون لك الحرية في أن تتحرك من مدينة إلى مدينة إلا بتصريح، ولا يحق لك مثلا أن تتجول في بلدك كما تشاء، ولا أن تعمل في بلدك كما تشاء، ولا أن يكون لك الحرية في ممارسة أي شكل من أشكال النشاط دون تقريبا هيمنة وسطوة الدولة. هنا أنت لست في حقيقة الأمر، لست في بلد يتمتع بالحرية، الحد الأدنى من الحرية، ولا نتكلم عن الحريات الواسعة. نعم. ولكن الحد الأدنى منه. وبالتالي في تقدير الوضع في الداخل سيتطلب، لأنه إن لم يتغير الداخل لن يتغير الخارج. يعني لأن كثير ممن هم اليوم يعانون في الخارج تقريبا من إشكالات في البلدان الأخرى، كما هو في أكثر من بلد اليوم الإريتري يعاني خارج بلده كما يعاني في بلده. فأنت أمام إشكالات كبيرة جدا في كثير من البلدان، يعانون من الإقامات، يعانون من العمل، يعانون، وكثير يمكن من أبنائنا يعني تم فقدهم في البحار، ويمكن كان في فترة من فترات الدولة الإريترية رقم 1 في الموتى في البحار. فهذه الإشكالات في تقديري لا يمكن أن تحل إلا إذا تم تحقيق الدولة العادلة في الحالة الإريترية. وبالتالي في رأيي الهم الذي ينبغي أن يشغل الإريتريين هو كيف يستطيع العمل سويا على تحقيق بناء دولة العدالة ودولة المواطنة العادلة والمتساوية، وبناء مؤسساتها. لأنه في رأيي ما لم تبنى مؤسسات حقيقية معبرة عن المجتمع، والدولة تعتبر مختطفة تقريبا، ومختطفة من فرد الآن، لم تكن مختطفة من حزب. أنا في رأيي صارت الناس تترحم على دولة الحزب الدولة المختطفة من الحزب، لأنه في ظل الحزب على الأقل دولة الحزب الواحد برزت أصوات وبرزت بعض التحركات وبرزت بعض القوانين. بمعنى لما كانت الجبهة الشعبية دخلت إلى داخل إريتريا واستلمت البلد مباشرة، بعدها حصل تفاعل خلال من سنة 91 إلى 98. لو رصدنا إلى الوضع الإعلامي ورصدنا التحركات السياسية، تلاحظ بأن دولة الحزب هذه لكنها كان في داخلها في مساحة لإيه؟ مساحة للتحرك. إنه بغض النظر عن إنه والله إلى أي مدى كانت هذه المساحات، لكن كان في هوامش بعض الأصوات التي تكتب في الإعلام ناقدة، بعض الأصوات التي إلى أن وصلت مثلا ما قبل حرب 98 وصلت الناس إلى وضع دستور، ووصلت الناس إلى وضع قوانين انتخابات، ووضعت إلى تنظيم الأحزاب. فربما كانت ذاهبة في اتجاه إيه؟ في اتجاه إنه والله يكون في هامش لإيه؟ نعم. الحركة. صحيح. وكان يمكن لهذا الهامش أن يتوسع. للأسف الشديد اليوم الناس ربما بدأت تحس بأنه والله دولة الحزب الواحد أرحم بكثير من دولة الفرد الواحد. فأنت الآن أمام تأله لشخص هو الدولة، كما قال لويس الثالث: أنا الدولة والدولة أنا. السياسة فرق اليوم يشعر أو يشعر المواطنين بأنه هو الإله المتأله، هو الفرعون المتسلط، هو الشخص الذي يجب أن يسمع له ويطاع، لا أحد يمكن أن يحاسبه. فهو والعياذ بالله يكاد يكون الظاهرة الفرعونية بأوصافها الخمسة، القائمة على أساس أنا ربكم الأعلى، القائمة على أساس ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، القائمة على فكرة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، القائمة على أساس فكرة أنه هو المصلح والآخرون يفسدون. هذه الإشكالية، هذا التأله في تقدير أول ما أسميه أنا ببعض مقالاتي بالظاهرة الفرعونية، تكاد تكون وصلت ذروتها في الحالة الإريترية. وليس أمام الإريتريين إلا العمل سويا بشكل حقيقي للإطاحة بهذا الطاغية المتجبر، وإلا سيطاح بالدولة كاملة.
وهذا الذي على كل علمتنا إياه التجربة الإنسانية، أن نهاية الدكتاتوريات الفردية غالبا لا تنتهي إلى تحول طبيعي، بل تنتهي إلى تشرذم وإلى تقاتل وإلى احتراب داخلي أو حروب أهلية، كما هو المحيط الذي نعيش فيه يعني. نعم. بارك الله فيكم على يعني هذا الطرح وهذا التوضيح مشاهدون ومشاهدات الكرام. الحقيقة يعني مع الأسف دولة يعني العدالة الاجتماعية قائبة في بلادنا بغياب يعني دولة العدل، وبغياب مؤسسات التي يرتكز عليها العدل سواء في جانب العدل الاجتماعي وغيره. والحقيقة على هذه الأمة وعلى هذا الشعب أن يبحث عن مخرج، يعني كما أشار محدثنا فضيلة الشيخ دكتور حسن، على أن يعمل أبناء هذا البلد لاستعادة حقيقة حقوقهم ومكتسباتهم وعدالتهم وكينونتهم، حتى يكونوا حقيقة كما غيرهم من الناس سواء في الجيران أو في العالم أينما كان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة، وأن حقيقة يهيئ لهذه الأمة ولهذا البلد من يغير هذا الواقع اللي نستطيع أن نقول واقع مرير يحتاج إلى تكاتف أبناء هذا البلد في مختلف مواقعهم في الداخل وفي الخارج، إلى أن يتكرر إن شاء الله لقاء يتم الحديث فيه حول قضايا من هذا الباب يعني في جوانب مختلفة في لقاءاتنا القادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل